كل شي بيبدأ بحلم. بنت مثل كل هالبنات عندها حلم، بلش معها من لبنان، اتزوجت، أسست عيلة، وحملت هالحلم معها لساحل العاج، حيث ابتدى مشوارها براديو الار بي اس. الانطلاقة كانت على الموجة 106.4. دخلت على قلوب اللبنانيين وقالت المسألة ما بتتوقف عند هيدا الحد. والانطلاقة الأولى للمجتمع العاجي بالكوت ديفوار كانت عبر راديو ايفوار اف ام على الموجة 103.4 ببرنامج 60 مينوت افيك رونزا. وبعد مرور شهر واحد، أي 4 حلقات من البرنامج، احتل المرتبة رقم 1 بين كل الإذاعات بالكوت ديفوار من حيث الاتصالات والجوائز. يمكن كتار منكم الموجودين هون معنا هلأ ما بينسوا أيار 2011 لما زرعت البسمة على وجه 740 طفل، وكانوا الآباء لأول مرة بيشهدوا إنه هيك حدث بيصير بالكوت ديفوار وبهالضخامة. استغرق التحضير ما بين لباس وتحضير الرقص والتمثيل أقل من شهر، 29 يوم فقط. تغلبت على نفسها لإنجاز هيدا العمل. كل اللي قطعت فيهم وصولا لهاللحظة يضاف إلى سجل إنجازاتها إطلاق مشروع بيت المرأة اللبنانية بساحل العاج. لو ما أمل كبير فيكن وبحضوركن ومشاركتكن اليوم ما كانت الانطلاقة أكيدة. أكثر شخص ممكن يشرح عن هالموضوع هي نفسها الإعلامية رونزا نصار.